واليوم راح نحكي له لبشار بما انه بده يخلص مني وعم يعمل كل جهده وبده يقتلني. راح نحكي له وقت اللي امه واخته كانوا بدهم يخلصوا منه. طبعا كانوا بدهم يقتلوه. هو اكيد بيعرف الموضوع بس يعني بيجوز راح نحكي فيه. راح نحكي لكم اليوم عن جريمة قتل الرئيس حافظ الأسد. اللي قتلته هي أنيسة مخلوف مرته. يعني في نحكي عن جريمة قتل محمد سليمان مثلا، هالفقير اللي راح بين الرجلين. عماد مغني. عماد مغني دول الإيراني كتير كان بيحبوه كذا، فإذا بدنا نحكي عنه. مرحبا. يحيى محمد علي سليمان الأسد، ضابط متقاعد، سرح بال 2011 طبعا بناء على طلبي. راح احكي لكم على حادثه صغيره صارت بيني وبين باسل الاسد بالتسعينات، اوائل التسعينات. كان باسل قائد كتيبي، اعطى امر لكتيبته بالرفع الجهازي القتالي الى علي، وامر الدبابات بالتوجه الى ساحه الكتيبه. وقامت الدبابات بالتوجه إلى ساحة الكتيبة. قبل ما توصل على الطريق شاف السيارة بي ام محطوطة بنص الطريق، قاطع الطريق. قام قائد أول دبابة بالوقوف بده يبعد عن السيارة. اجت أوامر لا اطلع فوق السيارة، وطلعت الكتيبة كلها فوق السيارة. طبعا هي السيارة إلي أنا. قام باسل كان عم يصور الشريط فيديو للمشهد الجميل، وطبعا بعته لعندي مع جماعة وقالوا لي مرة الجاي رح يحطك باسل بقلب السيارة. قلنا له انه الرجال بياخذ باروتو بيلاقي لي. فهي حادثة صغيرة من اللي كان يصير بيني وبين باسل الأسد، طبعا عائلة حافظ الأسد الله يرحمه. رح نحكي لكم المرة الجاي عن مقتل حافظ الأسد إذا الله قدر. مرحبا. راح نحكي لكم اليوم عن جريمة قتل الرئيس حافظ الأسد. اللي قتلته هي أنيسة مخلوف مرته الله لا يرحمها. طبعا كانت متفقة هي وبشرى الأسد بنتها اللي كان له دور كبير بالموضوع، هي وأمها، واتفقوا مع جوزها آصف شوكات. طبعا اتفقوا، غروه كثير وعطوه وعود كثير، طبعا ما نفذوا منه شيء، بس كمان لعب دور اللعين الله لا يرحمه. مشان هيك فينا نقول انه الجريمة ترتبت من ام باسل، لانه هي اللي لعبت بالادوية. طبعا الرئيس كان مريض اكيد وتعبان، وضعه الصحي كذا، بس اكيد كان بيعيش. يعني لو ما قصدت ام باسل الله لا يرحمها وبشرى يقتلوه ما كان مات. لو ما لعبوا بالادوية ما كان لا سمح، يعني كان الله خلاه عيش ومدلنا بعمره. المهم طبعا هن لعبوا دور بقتلوا لحافظ الأسد، بس ما لعبوا دور بتسليم بشار، لانه بالاساس بشار استلم لانه الرئيس بده اياه يستلم الله يرحمه. كان مرتب الامور الخارجيه كلها، وطبعا الامور الداخليه بشكل عام مرتبه، لانه الوضع الداخلي تعبان مثل ما بدهم بيصير. وكانت انيسه مخلوف لعبانه دور كبير، مو لانه بدها بشار يستلم، مشان يكون العالم بالصوره. هي مفكره العالم انه بشرى وانيسه مخلوف كثير بيحبوا لبشار. لا، هني ما بيحبوه، هني قتلوا لحافظ الاسد مشان هن يمشوا اللي بدهم اياه. وفعلا هن يمشوا اللي بدهم اياه، لانه انيسه مخلوف حكمت البلد من 2000 لقبل ما تموت بال 2015 الله لا يرحمها. اصلا شلون حتى صار مشاكل كثير بين بشار وبين بشرى وبين امه، طبعا بنحكي عنها بعدين، بس الاساس هي بشرى الاسد هي وامها الله لا يرحمها. نلتقي مرة ثانية وبنحكي مواضيع ثانية إن شاء الله. مرحبا. واليوم راح نحكي له لبشار بما انه بده يخلص مني وعم يعمل كل جهده وبده يقتلني. راح نحكي له وقت اللي امه واخته كانوا بدهم يخلصوا منه. طبعا كانوا بدهم يقتلوه. هو اكيد بيعرف الموضوع بس يعني بيجوز راح نحكي فيه، لانه بعد ما طبعا الله يرحمه الرئيس انقتل،
ساحوا ناحوا على كيفهم بشرى وأمها. طبعا يا لطيف لطف، وخاصة بشرى لأنه أم باسل كانت مرت بالأمور بطريقة أذكى، أما بشرى خربت الدنيا، وخاصة بعد ما استلم جوزها شعبة المخابرات. لسه يا لطيف. وكان عنده أخ لعين اسمه مفيد شوكات، يا لطيف لطف، هي وياه سرقوا الدنيا. طبعا أهل طرطوس بيشهدوا على الموضوع، لأنه كانت يا لطيف أهل طرطوس كثير أخذوا من المصاري. فالمهم بعد ما فاشت وطاشت وهي، وطبعا خربت الدنيا، صار كذا مشكلة بينه وبين بشار، طبعا بينه وبينها طبعا، ووقفت وزعلت وقامت ويا لطيف حمت حالها وطلعت على دبي. طبعا هذا الحكي كان عاصف رئيس شعبي. قعدت بدبي. طبعا اكيد ما راح يصير لها العز مثل ما كانت شايفته بالشام بسوريا. طبعا شو كانت بسوريا كانت تعتبر حالها هي حاكمه امري ناهي، فما عجب الوضع. وطبعا ام باسل صارت عندها اوقات وهي صارت تنزل تزور الام باسل، وطبعا ام باسل قاتلت هي وبشار طبعا كذا مره، وراحت قعدت بمصر فتره وراحت كذا. المهم هلا حديث نحكيها بعدين. المهم بشرى صارت تجي لعند امها زيارات وهي، فالوضع ما عجبهم اثنيناتهم، فقرروا يخلصوا منك يا حبيبي لبشار. فشو بدهم يساووا؟ ما إلهم إلا يرجعوا للعين آصف شوكات. فبعد ما اتفقوا بين بعضهم حاولت بشرى، طبعا بشرى كانت تحكي بحياتها ام باسل ما حكت معه، بشرى صارت تحكي معه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وكذا، وتحاول تقنعه مشان يخلصوا من بشار. ومرة من المرات يا بشرى كانتوا بالبيت عندكم وبغرفة الضيوف، قعدتي انت وياه وصرتوا تحكوا، صرت تقولي له امي هيك بدها وانا هيك بدي وبدنا نخلص وكذا، وصرتي توعدي وكذا، وما رضي ابدا ابدا ابدا. طبعا ما رضي، مو لانه بيحبوا لبشار ومو لانه والله كرم اخلاق منه، بس لانه اللي بده يجي بدل بشار بالنسبه له عزرائيل، لانه كانت بشرى وامها متفقين طبعا بين بعضهم انه يجي ماهر، وماهر بالنسبه لآصف عزرائيل، يعني اذا بيسمع باسم ماهر 3 مرات بغوطين. فقال لك لا خلينا مع هذا، يعني مع الاخ المناضل احسن ما يجي هداك ويخلق، وهو على الحالتين اصلا تخلعت رقبته ومات الله لا يرحمه. طبعا اذا بنحكي عن جرائم القتل يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يعني فينا نحكي عن آصف، انا ما بحبه ولا بحب سيرته ولا بدي احكي عنه، بس يعني فينا نحكي عن جريمه قتل محمد سليمان مثلا، هالفقير اللي راح بين الرجلين. عماد مغني هدول الايراني كثير كان بيحبوه وكذا. فاذا بدنا نحكي عنه ونحكي الوضع. ومين كمان؟ غازي كنعان الله يرحمه، كمان الاخ يعني حبيب كثير الجرائم القتل كبيره وكثيره. فما في اسهل من انك تقتل واحد وتصفيه، هي شغله بسيطه. فلا كثير يعني تفرح بحالك انه قتلت حدا. فيعني هي امبارح طبعا نزلت على اللاتقي بدي اروح على البيت، يجي بدي افتح الباب ما فتح. طبعا انا عرفت انه اجت المخابرات على هونيك، بس ما خطر يطلعوا على البيت. فبيقول لي الشباب تحت هدول النواطير بيقولوا لي والله اجوا المخابرات لهون وطلعوا لفوق وجابوا معهم المختار تبع الصليبي وفاتوا على البيت ونزلوا بارودي روسي وبارودي قديم من هدول، هي من ايام الفرنسيين على ايام بي الله يرحمه كانت له، ونزلوا طلقة وشنطة مليانة ما عرفوا شو فيها مسكرة وكياس وكذا، يعني طبعا سلاح. وحملوا حالهم وقفلوا الباب ونبهوهم ايمتى ما بيجي يحيى او ببين لازم تخبرونا. طبعا حقهم قلت لازم خبرون فورا انه جيت، بس انك تغير مفتاح البيت وبدك تاخذ البيت طبعا مو من مقامك، بس والله ما مشكلة، يعني ما بتقول لا انت بعرفك انت قلبك كبير وكرشك كبير بتاخذ كل شيء، بس يعني ما بتستفاد شيء. يعني اذا بدك تخلص مني يعني
شغله بدها تفكيرها. المهم فمثل كمان ما رحت ما حتى بالقرداح اخذ السلاح، يعني هالبارودي وهالشو شو بدها تسوي لك؟ يعني هالبارودي وهالكم قنبله وهالكم كذا هدول بسموهم للدفاع عن النفس، ما بيسموهم مشان يعني هدول ما فينا نقاتلك فيهم اصلا، بس يعني اذا معتبرهم شغله كبيره فاخذهم ما مشكله. واذا بدك تعتبرها يعني تلفق شي قضيه ارهابيه تعتبرني من المؤسسين لخليه ارهابي كمان ما عندنا مشكله. بكل الاحوال هلا نحن حكينا هيك عن هدول، بس لسه في حاجه كثير رح نرجع نحكي.